عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله هو من خلال الفتره اللي فاتت ابتديت الاقي ان في ناس كتير قوي اتفرجت على الفيديو اللي هو بتاع ازاي عملنا 100,000 جنيه من صفر. انا جاي اقول لك ان انا عامل لك كورس تفصيلي جدا، جاي اتكلم معاك في كل حاجه، لان في ناس كتير جدا بعتت لي على السوشيال ميديا بتاعتي او على الخاص بالنسبه لي، بعتوا لي عن التسويق، ناس عطلت في التسويق، ناس ما شاء الله جابت منتجات. يعني هعرض لكم مثلا ايه حبه كومنتات وحبه حاجات جات لي. الناس ما شاء الله ابتدت تبدا، في ناس الحمد لله ابتدت تبدا، وناس ابتدت تعمل فلوس. بس ايه، انا الصراحه حاسس ان انتوا كانوا مش واصل لكم المعلومه كامله، فقررت زي ما انتم شايفين كده اشرح لكم كل حاجه بالتفصيل. انا مش عايز منك غير دعوه حلوه كده من قلبك، اشترك في القناه، اعمل لايك. اقسم بعزه جلاله الله الكلام اللي انا طالع اقوله لك دلوقتي بفلوس كتيره جدا، والله العظيم بفلوس. ولو دورت في اي حته، لو فتحت الفيسبوك بتاعك ودورت على الكورسات دي بفلوس. فانا طالع اعمل لك كورس شرح لك فيه كل حاجه، مش عايز منك جنيه. اتمنى انك تقدر تعبي ده باشتراك، لايك، بدعوه حلوه من قلبك، مش عايز منك اكتر من كده والله العظيم. تابع معايا ويلا بينا. بالنسبه للناس اللي ما تعرفش تاجر او ما تعرفش ايه اللي انا طالع اتكلم فيه، انا كنت عامل اول فيديو على القناه خالص، اللي هو من صفر ل 100,000 جنيه في 3 شهور بس. بدأنا بدون راس مال. شرحت لك كانت قصه انا عملتها مع تاجر. بالنسبه لتاجر او غيره من منصات التسويق بالعموم في مصر، انا ما بفضلش حاجه عن حاجه. انا طالع اشرح لك حاجه انا اتعاملت فيها. انت عايز تخش منصه ثانيه او غيره، ماركت لي، تاجر لي، ايا كان، كلها منصات طبعا مع احترامي ليها، بس انا اتعاملت مع تاجر، شركه محترمه جدا الصراحه، وما شفتش منها اي عيب. فانا بالنسبه لي حاليا انا طالع هقول لك ايه شرح سريع كده لتاجر. عايز تخش على الفيديو الاولاني بعد كده تجي لي، ما عنديش مشكله. تاجر هو منصه بتجيب لك منتجات. مثلا يعني هتجيب لك القلم. ايه هو القلم ده؟ مثلا بيقول لك القلم ده انت بتبيعه بجنيه، ليك فيه 20 قرش. والله لو بعته بجنيه ونص انت هتاخد ال 20 قرش والنص جنيه اللي انت بعته زياده. بعته ب 2 جنيه انت هتاخد الجنيه وال 20 قرش بتوعك. هي عايزه بتقول لك بيعه بجنيه وهديك فيه 20 قرش. ده تاجر بكل اختصار. دي التسويق بالعموله او الفكره القائمه عليها الموقع بتاع النهارده. لعلمك ما يجيش معاك ان انا طالع بقول لك مثلا ايه ده انت هتحط منصات امور والشغله دي. انا بالنسبه لي مش مقتنع بان انت مثلا تخش شغله او حد يطلع يقول لك هديك ابلكيشن تدخل تتفرج على فيديوهات وبتاع تعمل فلوس. الكلام ده مش موجود اطلاقا. فانت لازم تتعب عشان تلاقي فلوس. لو مش هتتعب براحتك انت، يعني انا بديك هنا سكه عايز تمشيها، هتتعب فيها حبه هتلاقي منها فلوس. طيب بالنسبه بقى لاخواتي اللي كانوا بيسالوا عن تاجر والتسويق بتاعه، بص يا حبيبي، انا طالع النهارده باذن الله هكلمك في كل حاجه، من اول انك تبني البراند لحد ما ان شاء الله تنزل منتجاتك وتبتدي تعرضها وتاخد منها فلوس. اول حاجه انت لازم تكون عارف ان انت عشان تنجح في انك تسوق منتجات انت محتاج تبني براند. ايه هو البراند؟ البراند اللي هو مثلا اقول انت شغال مثلا دلوقتي على الفيسبوك، هل انت لما تيجي تبيع هتبيع بصفحتك الشخصيه؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لازم تكون عارف ان العميل لما بيجي يشتري بيشتري بالعاطفه. انت كل المطلوب منك تعمل صفحه على الفيسبوك احترافيه، بمعنى اختار اسم سهل كرييتيف. في واحد من الناس اللي دخلوا لي مثلا على الفيسبوك دخل سالني في كام حاجه، كان بيعرض الدفايه. هو دخل لي انا لقيت ان هو بيعرض من صفحته الشخصيه، ده غلط. دخلت عملت له لوجو واخترت له اسم البراند بتاعه. انا اخترت له اسم فوكس ستور. واحد داخل لك اسمه فوكس ستور والتاني اسمه احمد ملواني، بس هتشتري من مين فيهم؟ بالعقل اشتري من مين فيهم؟ اكيد من فوكس ستور. وصلت؟ انا جاي لك بقول لك لازم تبني براند. طيب هتعمل اللوجو ازاي؟ والله عندك موقع اسمه ليوناردو اي اي. ليوناردو اي اي هو انت بتخش عليه تكتب له الوصف اللي انت عايزه. يعني انا لما عملت لصديقنا ده الوصف اللي كنت اللوجو اللي بتكلم عليه عملته من ليوناردو. ده موقع ليوناردو اي اي. موقع ليوناردو اي اي انت بتخش بتكتب له الوصف بالانجليزي بيعمل لك اللوجو اللي انت عايزه. هتعمل اللوجو، هتعمل اسم كويس. طبعا انا مش بقول لك فوكس ستور تروح من فوكس ستور يبقى في 7000 فوكس ستور، لا، انا بقول لك اختار اسم كرييتيف، حاجه يعتبر لسه ما حدش عملها. حلو الكلام. طيب ادي كده احنا بينا الهويه البصريه، عملنا الصفحه الاحترافيه، الكلام ده كله احنا ظبطناه خلاص. انا كده ابتدي جاهز ان انا ايه اختار المنتج. طيب تعال بقى حته اختيار المنتج. بص يا صديقي، اختيار المنتج متوقف على عده عوامل. احنا حاليا مثلا في فصل، احنا في الشتاء. الناس بتستخدم ايه في الشتاء؟ والله انا وانا بقلب في تاجر لقيت منتجين جامدين جدا، ومش معنى انا بقول لك المنتجين يبقى باقي المنتجات فيستي، بس دول اللي انا بقلب كده لقيتهم. انا بقالي فتره على فكره موقف شغل على تاجر، بس دول اللي انا بقلب لقيتهم. لقيت ايه؟ لقيت الدفايه. في كام دفايه صغيرين، الدفايات الصغيره دي. لقيت الدفايات دي ناجحه جدا. لقيت ايه تاني؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الغطا بتاع التكييف. احنا بما ان احنا داخلين على موسم الشتاء، فالناس كلها بتغطي التكييفات بتاعتها. احب اقول لك ان دول منتجين كويسين جدا انك تبدا تشتغل فيهم. يعني اظن دول هيبقوا معاك بوم. اختار الحاجه المتناسبه مع الموسم اللي انت فيه. احنا في الشتاء في ناس بتغطي التكييفات، ناس عايزه تدفى. دور على حاجات هتمشي معاك. ونصيحه، ابعد عن حته الهدوء، لان هتبقى صعب عليك في البدايه. هي حلوه بس هتبقى صعب عليك في البدايه، وخاصه انا اسف يا تاجر بس اسعاركم مبالغ فيها حبه في الهدوء.
اسعاركم فعلا مبالغ فيها حبه في الهدوم. خليك في تاجر في الاجهزه الكهربائيه بس، ده اللي هقول لك عليه، الاجهزه الكهربائيه بس من تاجر. انا بقول لك اهو، انت اخترت لك منتجين، الدفايه وعندك الغطا بتاع التكييف. المنتجين دول كويسين جدا على فكره، ما فيهمش اي عيوب. ما حدش كتير اشتكى منهم، طلباتهم سريعه بتتباع كتير، فاهمني؟ فدنيتهم كويسه يعني. تعالى بقى لحته ان انت خلاص اخترت المنتج. في ناس بشوفها بتقوم اخده المنتج كوبي بيست، تاخده تحطه تقوم رازعاه على الصفحه او رازعاه على الجروب، رازعاه على ماركت بليس. حبيبي احنا في 2025، ما حدش عبيط، باين قوي ان هي صور معمول لها خلفيه بيضاء. انت فين؟ فالنصيحه اللي طالعه اقولها لك، او الفكره اللي بقولها لك دلوقتي، اكيد انت خدت اسم المنتج، خش اكتب على جوجل صور للمنتج، هتلاقي صور بالعبيط، فعلا صور بالعبيط، فاهم؟ وهتلاقي في فيديوهات. اختار فيديو كويس او صوره كويسه تكون على الطبيعه، لان العميل زي ما قلت لك بيشتري بالعاطفه. لو حس انك بتضحك عليه، صدقني انت هتزعل ومش هتبيع حاجه، فما تجيش تقول لي انا ما بعتش. اختار صوره كويسه، اختار كونتنت كويس. الكونتنت اللي هو نص التسويق، زي ما بقول لك انت لازم تكون عارف ان العميل او العميل المصري بالتحديد بيشتري بالمشاعر اللي هو ازاي. يعني انا ما ينفعش اطلع اقول لك والله انا عندي دفايه 700 جنيه هتشتريها مني. طب لما اجي اطلع اقول لك انا عندي دفايه والله حجمها مثلا 50 سم في 50 سم، مثال، انا بدي مثال، ما اعرفش المواصفات بتاعه الدفايات، بتدفي غرفه 3 متر في 3 متر، استهلاكها للكهرباء قليل جدا، فاهمني؟ انا بدي معاك مثال، استهلاك بلعب على العاطفه بتاعتك، انا بلعب على احتياجاتك، طالع بديك المميزات بتاعه المنتج بتاعي بصوره غير مباشره تفيدك. طب طبيعي انت هتبقى شايف ان انا معاك، مع ان انا ببيع لك، انت شايف ان انا معاك بس انا ببيع لك. الفكره كلها هنا في انك تتعامل مع الزبون. طيب دلوقتي احنا عملنا نص تسويقي كويس. النص التسويقي زي ما بقول لك لازم تراعي انك تتكلم عن مشاعر، انت مش طالع تتكلم عن المنتج، طالع تقول المنتج هيفيدك بايه، مش طالع تقول مواصفات المنتج. مواصفات المنتج في غيرك هاريها كتير وما اشتراش منه. فاتمنى كنت فهمت الحته دي. تعالى بقى لحته التسويق، الحته اللي عامله بوبع لكله، الحته اللي حرفيا بدون مبالغه تعبت لي دماغ. ناس كتير قوي بتخش لي، في ناس كتير الحمد لله نجحت في التسويق بتاع الفيديو من الكلام بتاع الفيديو، بس في ناس ما فهمتوش، يعني في ناس ما عرفتش تسوق. فانا طالع اقول لك ان التسويق مش صعب، هو التسويق زي ما بقول لك عباره عن 3 حاجات. اول حاجه هي الكونتنت، حلو. تاني حاجه هي الصوره بتاعت المنتج او الفيديو بتاع المنتج. ثالث حاجه اهم حاجه هي البراند بتاعك، الهويه اللي انت عملتها للبراند بتاعك. انت عملت ايه للهويه بتاعت البراند بتاعك؟ اللي كنت بقول لك انت تعمل صوره، تعمل حاجه شياكه بمعنى اصح. حط انك يعني مثلا يخش لك على الواتساب بتاعك الصفحه بتاعتك عادي، ما فيهاش مشكله، كل ده متوفر معاك على الفيسبوك، وفي فيديوهات بالعبيط على يوتيوب هارت الكلام ده. لازم يكون عندك ال3 حاجات دول، البراند، الصوره، الكونتنت. لو ال3 حاجات دول موجودين عندك، انا اضمن لك بنسبه 90% انك على الاقل يا جدع هتطلع منتجين كل يوم. مش هقول لك انت هتبقى خارق وتطلع لي كل يوم 10 منتجات، على الاقل تكون انت حتى راضي عن نفسك تعمل 100 جنيه كل يوم، ده على الاقل خالص، ده انا جايبها لك ميتها بالميت. لو انت ظبطت ال3 حاجات دول اضمن لك هتبيع على الاقل منتجين كل يوم. ال3 حاجات دول هم اهم حاجه عندك. طيب الناس بقى اللي زي ما قلنا المره اللي فاتت ان احنا عندنا تسويق نوعين، اورجانيك وممول. الاورجانيك اللي هو انت بتسوق على الجروبات، بتسوق على الماركت بليس، بتسوق على الصفحه بتاعتك عادي، حلو الكلام، مفيش عندي مشكله. الممول ده سكته كلنا عارفينها، بس تعالى اتكلم معاك في الاورجانيك، لان الاورجانيك ده فيه كلام كتير. ايه هو بقى التسويق الاورجانيك؟ بص يا حبيبي، انا في ناس كتير قوي دخلت لي مش عارفه الجروبات اللي تسوق عليها، مش عارفه تسوق ازاي، شفت حاجات كتير فعلا غريبه. انا مش طالع بقول لك دور على معجزه، انا طالع بقول لك انت مثلا من القاهره، مثلا انا مش من القاهره، بص على الجروبات، جروب مثلا اهالي حلوان، ماشي، بص على جروب اهالي حلوان، جروب السلام، جروب رمسيس، الجيزه، الكلام ده كله افتح. انت لو من القاهره انت كده هتبيع في اسكندريه، خش على جروبات اسكندريه، اهالي بكوس، اهالي الورديان، سوق العمريه، كل دي اسامي جروبات على فكره، خش اشترك فيها، ابتدي اعرض الكونتنت بتاعك عليها، هتلاقي زباين، هتلاقي عليه بني ادمين، ده حبيبي عليه بني ادمين عايزه تشتري وعايزه تاخد وعايزه تظبط نيتها، هتلاقي ناس تبيع، فما تقوليش مش لاقي جروبات او مش عنديش جروبات. انا صعب عليا ان انا اجمع لك 1000 جروب اقول لك خدهم، انا عندي اكتر من 3000 جروب احطهم لك كلهم ازاي دول؟ واصلا ده ممكن يعمل لي بلوك في يوتيوب. فانت خش دور على كل الجروبات اللي هي بتاعه الاهالي، لكن مثلا ما تخشيش على جروب سيارات، فاهمني؟ تقوم عارض لي بطانات. ممكن تخش على جروب سيارات لو انت هتبيع حاجه ليها علاقه بالسيارات، جروب موبايلات لو انت هتبيع موبايل، فهكذا. خش على جروب الاهالي لو هتبيع لحاف عادي، ما عندكش مشكله، فاهم الفكره؟ اتمنى تكون انت فهمت الحته دي وما كنتش طولت عليك فيها. يعني ادي كده حته ان انت تسوق اورجانيك، زي ما اتفقنا انت هتاخد الكونتنت بتاعك هتحطه على الجروبات بتاعه الاهالي او بتاعه المنطقه اللي حواليك او المناطق المحيطه.
انت بتبيع لكل مصري عموما، انت لازم تكون عارف الحته دي. حلو الكلام. احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ التسويق الاورجانيك. طيب انا بقى حته التسويق الممول. دلوقتي انت ربنا كرمك مثلا معاك 300 جنيه، والله 300 جنيه دول انت عايز تحطهم في اعلان ممول يجيب لك فلوس. اعملها ازاي؟ انا بص، من وجهه نظري الشخصيه او من وجهه نظري المتواضعه، انا ما ينفعش اقول لك على شركه بتاعه اعلان ممول، ما ينفعش. ده غلط. ليه؟ لان في ناس كتير قوي بتعمل اعلانات مموله. ما ينفعش اكون بظلم حد، ما ينفعش اكون سبب مثلا في ان انا اقلل رزق من حد. كده كده ارزاق على الله، انا متاكد من حاجه زي كده. انا ما اقدرش اطلع اقول لك حاجه زي كده. يعني انا مثلا ذكرت لك مثلا، هذكر لك مثلا شخصيتين اتعاملت معاهم. في واحد اسمه اسامه الدغيري. اسامه الدغيري ده بيعمل اعلانات مموله كويسه جدا. في واحد تاني اسمه الطارق للاعلانات المموله. الاثنين دول كويسين مش وحشين. في ناس كتير جدا تانية كويسه على فكره، مع ان انا ما اتعاملتش معاهم. الناس دي كويسه جدا ومش بشكك في حد، ومش معنى ان انا طالع بشكر في اتنين ان انا معاهم. لا والله يا جماعه، للاسف انا مش مع حد، وطالع بكلمك ليك انت مش لحد تاني والله، ولا حد اخد منه حاجه عشان اطلع اقول لك كلمتين زي كده، ولا انا مستفيد من حد بحاجه. دي سكه الاعلانات المموله. زي ما اتفقنا، هتعمل نفس البراند بتاعك، هتطلع تعمل كونتنت كويس، هتحط الفيديو او الصوره الكويسين اللي بان هم حقيقيين، هيبتدي يتباع معاك. هتلاقي ناس طالبه معاك كتير جدا. اهم حاجه اختار منتج كويس زي ما قلت لك. شوف انت في موسم ايه داخل دلوقتي على راس السنه. في الحاجات بتاعت الهدايا، ناس بتهدي بعضيها. في الحاجات بتاعت الهدايا هتشتغل معاك. عندك الحاجات بتاعت الكريسماس والكلام هتشتغل معاك. انت في الشتاء الدفايات هتشتغل معاك، البطاطين هتشتغل معاك، الغطا بتاع التكييف هيشتغل معاك. فكر كده. انت في الصيف المروحه هتشتغل معاك، التكييفات هتشتغل معاك، الحاجات دي كلها هتشتغل معاك. فكر انت في ايه وايه الموسم اللي انت فيه، العب عليه. ما اظنش ان انا هوضح لك اكتر من كده تاني، وسامحني لو انا مش عارف اوصل لك كل حاجه، بس انا والله فعلا تعبان وكنت مضطر اصور لك الفيديو ده عشان الناس اللي وقفت على التسويق ما يزعلوش مني. ادي كده ايه التسويق. ادينا شرحنا التسويق من ناحيه الاورجانيك، ان هو انت تسوق من غير اي حاجه خالص، ان انت تسوق بدون راس مال. وشرحنا التسويق الممول. التسويق الممول ده سهل. احب اقول لك انك لو ما تعبتش في التسويق، مش عارف اوصل لك ازاي، بس انت مش طالع تتفرج على فيديو تجيب فلوس او تدخل تلعب لعبه تجيب فلوس، انت طالع تشتغل. فهتتعب. انا مش طالع اضحك عليك، انت هتتعب فعلا. فلو ما تعبتش مش هتلاقي فلوس. مفيش شغل في الدنيا دي مش هتتعب عشان ما تلاقيش فلوس. الناس اللي هتتكلم في حته حلال وحرام، والله هو بسؤال من دار الافتاء. انا عشان برضو ايه كنت شاكك في الحوار شويه قبل ما اشتغل فيه وبتاع. قال لك لو المورد اللي انت بتاخد منه او صاحب الحاجه عارف ان انت هتعمل كده مفيش مشكله، لكن لو مش عارف ده حرام. اللي احنا بنعمله او التسويق بالعموله هو حلال 100%. ده من وجهه نظري الشخصيه مع سؤال لدار الافتاء. انت عندك وجهه نظر ثانيه مش بتاعتي، والله انا اسف. دار الافتاء قالت ان هو انا ما عنديش ادنى مشكله معاك. تعالى بقى لحته ازاي هنعمل الطلب. تعالى بقى كده نخش على تاجر واحده واحده. عندنا تاجر اول ما بيفتح معانا مثلا على المنظر ده كده، المنتجات قدامنا والكلام ده كله قدامنا. عندنا المنتجات كلها اهي. حلو الكلام. تعالى مثلا ده الكفر بتاع التكييف، بيظهر قدامنا بالمنظر ده كده. حلو. بيديك المواصفات بتاعته تحت، بيديك كل حاجه. هنعمل اطلب الان. هتلاقي عندك زرار تحت اسمه اطلب الان. هندخل بيقول لك دخل بيانات العميل. البيانات الشخصيه دي مش بياناتك انت، يعني هتلاقي في حته اسمها البيانات الشخصيه. دي مش بياناتك انت يا حبيبي، دي بيانات العميل. هتدخل اسم العميل بالكامل. يعني انت لما بتيجي تتكلم مع العميل، خلاص العميل طلب منك، انت بتقول له اديني اسمك ثلاثي او رباعي، شوف انت عايز تاخد ايه، بس يفضل يكون رباعي. خد رقمين تليفون بلاش رقم واحد، عشان لو الشركه ما عرفتش تتواصل معاه هنا تعرف تتواصل معاه هنا. خد المحافظه بتاعته، خد عنوانه بالتفصيل. دي حاجه عشان الناس اللي مش عارفه ازاي تكسب اكتر من اللي تاجر قايله لها. والله هو تاجر مثلا قال لك هتبيع ب 160 جنيه الكفر ده، هتكسب فيه 20 جنيه. طيب انت لو عايز تبيعه 200 جنيه، هتيجي في سعر بيع القطعه هتكتب 200 جنيه، مش هتكتب 160 جنيه. هي في ال 160 قال لك ربحك 20، يعني لو بعته ب 200 ربحك 60. فانت هتيجي هنا في سعر البيع القطعه هتكتب 200. حلو الكلام. هتكتب الكميه، يعني العميل عايز قطعه ولا قطعتين 3 زي ما انت محدد مع العميل. لو العميل عنده ملاحظات هتكتبها له. بعد ما خلاص سجلنا الطلب بنعمل ارسال الطلب خلاص بيتبعت لتاجر، التاجر خلاص بتستلم. لو الطلب اتبعت قبل الساعه 9 بالليل بيكونوا هم مأكدين عليه في نفس اليوم. يعني هتلاقي شركه تاجر بترن على العميل بيتكلموا، قالوا يا فندم والله انت طلبت المنتج الفلاني، تمام تمام، خلاص بيأكدوا عليه، بيتم تأكيد الاوردر قدامك. الاوردر اتأكد عندك خلاص كده، الاوردر بيتلف يتغلف هيروح للعميل. بنتابع مع العميل، احنا ما بنتابعش مع العميل عشان نكون احنا متفقين. احنا كل وظيفتنا ان احنا ناخد بيانات العميل اللي عايز المنتج ونقوم مدينه التاجر بيتولى كل حاجه. بالنسبه لحته الشحن، عشان في ناس كتير سالت في الشحن، والله يا صديقي هو الشحن بيختلف من 40 ل 45 ل 55. فانت خلي سعر الشحن موحد عندك 50 جنيه، زادت قلت العبها انت بقى فين وانت بتدخل بياناتك بتاعتك دي. انت حاجه تظبطها بتاعتك انت مش بتاعت العميل. انت تتفق مع العميل على 50 جنيه شحن وثمن المنتج. انت وانت بتخش بقى انت بتسجل البيانات بتستلمها عادي وما عندكش ادنى مشكله. تعالى بقى لحته ان خلاص احنا سلمنا المنتج يا يوسف، والله دخلنا على مثلا ايه المحفظه دي، محفظه مثلا اهو. فانت مثلا بتخش على المحفظه، بتخش بتلاقي ارباحك المتوقعه وارباح اللي هي جاهزه للسحب. ايه هي الارباح المتوقعه؟ ارباح جاهزه للسحب. الارباح المتوقعه اللي هي الطلبات اللي انت عملتها ولسه بتتسلم لسه. فبيقول لك انت ارباحك اللي لسه بقى هاتي
بتيجي بتقول قد كده. طب الارباح الجاهزه للسحب هي خلاص الحاجات اللي اتسلمت، بتخش تعمل طلب سحب للارباح. مثلا سي معاك 100 جنيه مثلا معاك 100 جنيه، بتخش بتلاقي المنظر ده قدامك في البيانات بتاعتك كلها، بتكتب المبلغ اللي انت عايزه وطريقه الدفع، تختار طريقه الدفع. مثلا انا بالنسبه لي اختار فودافون كاش، حلو الكلام، وبدخل المبلغ اللي انا عايزه. يعني انا مثلا موجود في المحفظه سي مثلا 1000 جنيه، بختار بكتب 1000 جنيه في المحفظه، بكتب 1000 جنيه هنا، قوم جاي على فودافون كاش، بدخل رقم الموبايل بتاعي تحت او رقم الموبايل، ومدخل رقم الموبايل بتاعي، بس خلاص انا كده تمام. بعمل تاكيد السحب في خلال بالظبط 12 ساعه بتكون الحاجه عندي. يعني 12 ساعه بتكون 1000 جنيه معاك. انا كده شرحت لك ازاي تستلم الطلب، ازاي تتابع الطلب، ازاي تستلم الارباح. تعالى بقى لاهم حاجه، وهي خلاصه اللي انا قلته ده كله. خلاصته تتكون في التسويق، البوبع اللي انت خايف منه. لو ركزت على الثلاث حاجات اللي اتفقت معاك عليهم هتنجح، اللي هم البراند او الهويه بتاعه البراند بتاعك، الكونتنت اللي انت بتكتبه، انك بتلعب على المشاعر بتاعه العميل، ما بتلعبش على حته اديك المميزات او باخد اللي انا التاجر عطوني كوبي بيست. ده غلط اطلاقا، مش هتبيع. صعب جدا انك تبيع. اكتب حاجه بتلعب على المشاعر بتاعه العميل. مثلا او انت اخترتي انك تشتغلي في القسم بتاع الميك اب بتاع البنات، لو انت مثلا او انت هوضحها لك ازاي مثلا، او اوضح لك ازاي. سامحني ممكن حاليا بس بتكلم مع البنات مثلا ان انا دخلت في قسم الميك اب، بس انت هتفهم برضه. لما باجي اقول لك مثلا ان الميك اب ده من حاجات طبيعيه وما بيضرش، انا على فكره ما عنديش خلفيه، وما بيضرش غير لما اقول لك الميك اب ده والله بيفتح ويغمق، ده كلام محفوظ، ده كلام مهري. لكن لما اقول لك مثلا ده معمول من حاجات طبيعيه، والله ده مش هيضرك، ده مواد كويسه ايا كان، فاهم؟ انت ادرى مني في الحاجات دي. هنا هشتري منك، مع ان انت هنا هو اللي بس الطريقه اللي انت بتشرحي بيها هنا، او الطريقه اللي انت بتبيعي بيها المنتج هنا، بيبان انك خايفه على عميلك. حاول تصاحب العميل بتاعك، خليك صاحبه قبل ما تكون انت بتبيع له، فاهم حاجه؟ صاحب عميلك قبل ما تكون بتبيع له، خليه يحس ان انت اخوات من الاخر، حسوا ان انت اخوات، يعني حسسوا ان انت اخوه قبل ما تكون بياع. فدي خلاصه الموضوع كله. تعالى بقى لحته ان الناس مش عارفه تسوق. حبيبي ده قدامك حاجات كتير جدا، عطلان ليه؟ الجروبات. ما هو انا سامحني انا مش هعرف احط لك 3000 جروب. خش دور على الجروبات بتاعت الفيس، خش يا حبيبي بص، هتلاقي في ناس ادرى مني انا في حته التسويق، لان انا مش خبير تسويق على فكره. انا بطلع بسوق عادي، خلفيه عاديه كشاب عادي من قرن ال20 عادي، ما عنديش مشكله. او خش على فيديو، هتلاقي فيه فيديو مثلا مدته 7 دقائق بيتكلم عن التسويق في الجروبات، فاهمني؟ خش على الجروبات، هو هيفهمك تسويق الجروبات بالظبط. خش على ماركت بليس، والناس اللي بتعتمد على ماركت بليس ابوس ايديكم. الماركت بليس مش للمنتجات الجديده، من الاخر الماركت بليس مش معمول للمنتجات الجديده، ماركت بليس معمول للمنتجات المستعمله. شباب ما انا شرحت في الفيديو بتاع الفليبنج بتاع الفليبنج، اللي هو احنا بنجيب حاجه بنكسب فيها حاجه ايا كان، يعني خش اتفرج عليه. الحاجات المستعمله هي اللي بتتباع على الماركت بليس، ده من الاخر. يعني صعب انك تبيع الحاجات دي او الحاجات الجديده على الماركت بليس كده. الحاجات الجديده او المنتجات الجديده بتبقى سهله في الجروبات، فاهمني؟ فاتمنى تكون انت فهمت الحته دي كويس. وعلى فكره تقريبا فاضل شهرين على رمضان، كل سنه وانتم طيبين. ده هيبقى موسم كويس جدا للناس اللي عايزه تبدا في الحوار ده. في منتجات كويسه جدا، تاجر بتعمل حاجات حلوه جدا، ده بيبقى موسم خير على كله والله يا جماعه. فاتمنى انك تعمل فلوس. اتمنى، انا على فكره بشوف منكم رسائل كتير بتفرحني. اتمنى انت تدخل لي في يوم من الايام تاني تقول لي انا عملت منك من كلامك انت قد كده، عملت مبلغ كويس، انا فتحت بيت، انا ايا كان. اتمنى تكون فهمت الكورس او اللي انا طالع اقوله لك بكل بساطه. هو ما يعتبرش كورس تفصيلي قوي، بس حاولت اوضح لك فيه والمه لك على قد ما اقدر. والله الكلام اللي انا بقوله لك ده بفلوس، والله العظيم بفلوس. اتمنى تكون فهمته، واتمنى ان انا كنت خفيف على قلبك كده. طبعا اشترك في القناه، فاهم؟ ده اقل حاجه تعملها معايا، اعمل لايك، دعوه حلوه من قلبك، واشوفك في الفيديو اللي جاي باذن الله. سلام.